بهم ونراهن عليهم في النهوض بالبلد، وهم ذخيرته الذين ينتظر منهم العطاء المستقبلي. والملاحظ أن الطلبة الأعزاء في المراحل الإعدادية النهائية يمرون في هذه السنة ببعض الحرج، إذ أن شهر رمضان المبارك قد حل وهم على وشك الدخول في الامتحانات الوزارية العامة التي تحدد نتائجها مستقبلهم العلمي. ولكن الجو حار وساعات التزويد بالكهرباء قليلة، فهم يجدون صعوبة في الجمع بين صيام الشهر الفضيل وبين الاستعداد للامتحانات بالشكل المطلوب كي يضمنوا تفوقهم فيها. وقد طلب الكثير منهم أن تطرح مشكلتهم أمام أنظار المسؤولين، عسى أن يجدوا لها حلا، كتأجيل الامتحانات إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن لم تكن هناك موانع من ذلك. فيرجى من الأخوة المسؤولين في وزارة التربية النظر بعناية إلى طلب هؤلاء الأعزة من أبنائنا الطلبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأرانا الله في بلدنا كل خير.